أنا عربي أبي صالح سعيد، أخو الشهيد محسن أبي صالح. أخوي دخل الجيش في سنة 62 حضر حرب 67 النكسة اللي ربنا معاه شهيدها إن شاء الله، ويعني دايما بالنصر لمصر إن شاء الله بإذن الله. وحضر حرب الاستنزاف في 69، وحضر حرب 73 بس قبل الحرب بشهر أو شهرين حضر. طبعا كان في خدمة واتضرب أثناء الخدمة، يعني كان في خدمة مع زمايله برضه، الوحيد يمكن اللي هو معه أخ تاني بقى من العصر برضه أشهد في هذا اللحظة يعني إن شاء الله. هو كان عزيز علينا جدا، وكان دايما والله يقول لي أنا أحب يعني أموت شهيد، دايما يقول لي أنا عايز أموت شهيد. يعني من 62 ده أنا كنت في يوم في 69 كنت أنا في ثالثة إعدادي. جه علينا والله من نزل الأجازة كان مشوا 5 كيلو زحف كده على بطن، جه كان جسمه مصوت فيها رهيب يعني. كان أيام ضرب عليهم النار وبتاع، هو كان في الإسماعيلية يعني أول حرب يوم الشهيد اللي احنا يعني اليوم اللي بيحتفل به مصر كلها كل عام. وجه حضرتك بقى رسالة للجنود الحاليين اللي موجود على الحدود، اللي هم يعني حائط الصد لمصر عام. نشكرهم جدا ونقول لهم والله كل دفاعكم عن مصر ده دفاع عن الأمة بالكامل. مصر جنود مصر بتدافع عن جميع الأمم يا حاج بعد إذنك. يعني مصر دي جنودها يعني ربنا يمكن وصى عليها وصى عليه السلام خير جنود الأرض، خير جنود الأرض مصر ولادة. مصر ولادة فيها بسم الله ما شاء الله. الواحد ما يعني يقعد كده بيجيب يعني الذكريات بتاعت أنا حضرت اجتماعات في القاهرة محمد الحزب الوطني كتير يعني برضه الحمد لله، وتكريم عشان تبقى حضرتك عارف يعني. فأقول لهم ربنا يقويكم ونشكركم على اسم مصر اللي هي مصر. سعادة الرئيس لما قال أنت هتشوفوا مصر في حتة تانية، أقسم بالله يا محمد. أنا لما سافرت القاهرة أنا كنت أخدت فترة ما سافرتش القاهرة، يعني أخدت يعني حوالي 4-5 سنين ما سافرتش القاهرة. فلما سافرت أنا ما عرفتش المنطقة اللي رحت فيها اللي كنت فيها وأنا لسه قبل أروح أنا كنت ساكن غمرة وبعدين رحت الزيتون في إيه بعد رحت حوالي 85. لما قلت لازم أروح أشوف في المستشفى العسكري اللي هو بتاع في غمرة، مستشفى عسكري هناك، قلت لازم أروح أشوف المكان اللي كنت ساكن فيه. بقى إيه؟ لقيته حاجة تانية خالص. والله الرئيس عمل حاجة أقسم بالله. أنا لما شفت الشوارع والكباري اللي في غمرة أنا ما صدقتش والله، أنا تهت. كان معايا ابن أخويا صاحبي هو حاج محمد زي كده بالظبط كده خلاص. لما سمعت خبر الوفاة يعني شفت حالة والدك كان ازاي؟ لا طبعا ده كان خبر مش سعيد علينا خالص طبعا، لأن طبعا هو كان أعز الأخوات فينا كلنا. لأن والله يا محمد كان من الأب يعني يمكن أبوه أنا ما عملناش مع أبونا كده يعني، إن هو كان يوطي يبص على رجله وعلى إيده الصبح وبالليل. والله الصبح لما يوم الصبح وقبل ما يناموا بالليل لازم يقبلهم على القدم وعلى اليد. كان بره بوالديه يعني جدا 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 جدا. كان موضوع صعب علينا طبعا. الحمد لله ابنه الحمد لله يعني عوضه يعني الحمد لله برضه يعني الحمد لله يعني كويس، وعنده حمد يعني ايمان جامد يعني، لانه عاش فتره هو تربى معايا هنا في البيت الحمد لله. الحمد لله. وكان معايا اخوي برضه، ولما دخلوا الكليه طبعا كان مع اخوي في القاهره الحمد لله. واتجوز برضه جوزناه برضه كان عنده 20 سنه الحمد لله يعني الحمد لله. ولكن هو وعنده اولاد دلوقتي يعني استشهد في سبيل الوطن. طبعا مش هنعزه على ربنا طبعا ولا على وطننا الغالي مصر. طبعا. واحنا لو باذن حاجه برضه انا دخلت الجيش خلي بالك برضه يعني خدمت الحمد لله ان احنا طبعا مصر دي في قلبنا وخسرنا عشان تبقى فاهم الوضع يعني. الحمد لله احنا دايما كان هو دايما يقول انا عايز اموت شهيد، يا اما عامل في المسجد يا اموت شهيد. ربنا يقول هذا. والحمد لله ويعني اما مصر دي طبعا في عينينا يا حاج. الحمد لله يعني احنا دايما. انت حضرتك وطني وده اللي بسمعه يعني، او انا اللي اعرفه ان حضرتك وطني جدا يا حاج عربي. الحمد لله يعني في السن اللي حضرتك فيه ممكن حضرتك عندك 65 سنه او داخل